مساء الخير. أنا اللي كنت أنا وزمايلي في العاصمة الإدارية، زوجات الناس اللي اتظلمت، الرجالة اللي اتظلمت، متضررين من قانون 73. احنا مش ضد الحكومة، لأن الناس اللي مع النظام شايفانا ضد النظام، والناس اللي مع النظام شمتنا فينا. احنا بنناشد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ان في قوانين اتحطت حضرتك وما بتطبقش صح. احنا اتظلمنا بسببها، احنا بيوتنا اتخربت واتشردت بسببها، وفي الاخر احنا اللي مظلومين واحنا اللي مقهورين، احنا اللي اتظلمنا بقانون. احنا مش ضده، بس احنا ضد الاجراءات اللي بتتنفذ بيها القانون، والعقوبات القاسية، واللجان بتاعة التحليل اللي ما بتراعيش اي اداب ولا مفاهيم اللجنة. ازاي حضرتك تحليل يتعمل في اماكن مش مختصة بالاعداد المهولة، مفيش تقنيات، بشريط تحليل عادي جدا في اماكن لا يصلح ليها عمل تحليلات؟ ما بيستثنوش الناس اللي بتاخد ادوية ولا علاجات ولا عندهم امراض مزمنة، رغم ان احنا قدمنا التحاليل وقدمنا الروشتات، ولا حياة لمن تنادي. محدش سمعنا. الناس اللي اتكلمت اخواتنا قبل كده اتاخدوا وما نعرفش هم فين. احنا مش ضد حاجة، واحنا مش مع اي جماعة، احنا ناس بتطالب بحقوقنا، احنا مواطنين مصريين بنطالب بحقوقنا وعايزين حقوقنا. انا واحدة لا حول ليا ولا قوة زي الاف الاسر. يعني ايه راجل بيبقى بيشتغل في شركة وبيخدم بلده بكل اخلاص وبكل ضمير، يطلع من غير لا تأمين ولا معاش ولا اي حقوق، نترمي في الشارع؟ طب نأكل ولادنا منين؟ طب نعلمهم فين؟ طيب ندفع ايجاراتنا في ازاي؟ نعيش حياتنا ازاي؟ احنا متنا واحنا على وش الارض، متنا احياء، احنا مش عارفين نعيش. احنا ابسط حقوقنا اللي هي نأكل ونعلم ولادنا احنا مش عارفين نعملها.